السلام عليكم، اهلا بك اخويا الاهلاوي في اخر اخبار اعظم نادي في الكون. في البدايه كده بنتوجه لربنا بالدعاء ونعمل اللي علينا لحد ما ان شاء الله يبقى في تغيير نقدر نعمله بايدينا، انه يثبت ويقوي اخواتنا في غزه. ربنا سبحانه وتعالى ينصرهم ويجعل نصرهم قريب باذن الله. والمحتل نحب نقول له سيب حاجه للشيطان يعملها، ده انت قعدته في البيت، فسيبوا حاجه للشيطان يعملها. انتوا قفلتوا كتاب الشر. معلش، ربنا سبحانه وتعالى اسمه الصبور، نصبر. نخش بقى في اخبارنا ونبدا الحلقه. ابدا معاك بملف المهاجم. هبدا معاك بالمهم ثم الاقل ثم الاقل عشان لو مش عايز تكمل معايا للاخر، عشان الباقه انا عارف ان الدنيا دلوقتي بقت غاليه. نبدا الاول بملف المهاجم. ودلوقتي النادي الاهلي في لعيب جديد دخل ضمن الاهتمامات النادي الاهلي الفتره دي، وهو مين؟ على اسمه، هو اسمه بلال برضه. بلال مظهر عبد الرحمن. مظهر عبد الرحمن ده كان بيلعب، والده كان بيلعب في نادي المقاولين. بلال هو مهاجم المنتخب الاولمبي، عنده 23 سنه ومصري فرنسي مجنس. معاه جنسيتين، بس لو جه ان شاء الله النادي الاهلي هيتأيد لعيب مصري عادي مش محترف. بيلعب في نادي باتانايكوس اليوناني، نادي باتانايكوس اليوناني. وفاضل له في عقده 6 شهور. لو النادي الاهلي دخل النادي بتاعه مرحب جدا. ده المهاجم الاولاني. الثاني احمد امين اوفا، مهاجم انبي. مستر كولر مقتنع بيه جدا وعايز اللاعب، وبدا النادي الاهلي يبقى فيه تواصل مع الاستاذ ايمن الشريعي رئيس نادي انبي. لكن الخلاف على بقى ايه؟ طبعا انت عارف حوار الماديات، لان موديست كاس العالم للانديه هو اللي هيحدد مصيره. هو لحد اللحظه دي كولر مصمم ان هو يكمل معاه لاخر الموسم، لكن كاس العالم للانديه لو ما قدرش يعمل حاجه، لو موديست ما قدرش يعمل حاجه في كاس العالم، ما اعتقدش كولر هيقدر يقاوم فكره بقائه في الفريق. فلازم انت تجهز البديل معاه عشان يبقى مع كهربا، لان صلاح محسن خلاص اعتبروه مشي من النادي الاهلي. فموديست حتى لو كمل هيبقى معاه كهربا، وعندك احمد امين اوفا، وعندك بلال مظهر. الاثنين هيبقوا مش اجانب عادي تأيدوا اللعيبه المصريين. يبقى الدنيا، يبقى انت حليت شويه فكره المركز ده. اخش معاك في الاهميه اللي بعد كده، وهو فتوح ومحمد حمدي. احنا عمالين نعمل ايه شويه؟ تعالى يا محمد يا حمدي روح يا فتوح. دلوقتي نقول لمحمد حمدي روح وتعالى يا فتوح. محمد حمدي، الاثنين لعيبه اذا كان فتوح او محمد حمدي بيلعبوا بحته ان النادي الاهلي عايزهم على انهم يستفيدوا اكبر استفاده من انديتهم الحاليه. يعني محمد حمدي خلاص الخبر اللي خارج ان هو شبه خلاص جدد مع بيراميدز او اقرب للتجديد، بعد ما قدر يوصل انه يتساوى مع عبد الله السعيد. هو خد فكره ان هو النادي الاهلي عايزه وقدر يوصل اللي هو عايزه بانه ايه؟ يجدد بعقد اعلى ويتساوى مع نجم الفريق. فكده محمد حمدي يبتدي يبعد اكتر عن النادي الاهلي. فتوح اللي كنت بقول لك في الفيديو اللي فات بيبعد، لا تعالى بقى فتوح. فتوح بعت له عرض من نادي سعودي بنص مليون دولار لنادي الزمالك، وهو مليون و200 الف. هو طلب 2 مليون دولار، راح النادي السعودي رفض. فدلوقتي فكره ان فتوح يروح الدوري السعودي بقت بعيده شويه، والاقرب انه يجي ان شاء الله النادي الاهلي بعد ما شفنا كلنا الصوره اللي هو رفعها فيها الغمزه دي زي تلميح. فهم الاثنين كل واحد بيلعبها لمصلحته، لكن احنا برضه يهمنا مصلحتنا، احنا محتاجين واحد من الاثنين. فادام المصالح بتتصالح مفيش مشكله يا عم. اخش معاك على الخبر الثالث والاخير، وهو صلاح محسن. صلاح محسن الاقرب يا فيوتشر يا اما يروح انبي ياخد صلاح محسن ومبلغ مالي ويدينا احمد امين اوفا. ما حصلش هيروح فين؟ فيوتشر. كريم نيدفيد كولر رفض بتاتا فكره رحيله، وقال لك انا محتاجه هو وخالد عبد الفتاح. خالد عبد الفتاح في تقارير بتقول لك موافق، وفكره تقول لك كولر مش موافق. بس المصادر اللي انا واثق فيها زي الاستاذ محمد عراقي وزي الاستاذ خالد الاتريبي وزي الاستاذ ابو المعاطي زكي، لا الناس دي بيقول لك هو خالد عبد الفتاح كولر بيقول لك انا عايز يبقى عليه لانه لعيب تكتيكي وبيقدر يستفيد منه باستفاده كبيره. دي كانت ابرز الاخبار اللي على الساحه، علشان ايه ما اطولش عليك. وفي النهايه برضو نتوجه لربنا سبحانه وتعالى بالدعاء ان يشفي الوزير السابق السيد العمري فاروق. ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعافيه ويطمنا عليه ويطمن كل حبايبه عليه في القريب العاجل باذن الله. ان شاء الله خير، وان شاء الله هو هيعدي المحنه دي اقوى ويرجع لنا بالسلام. اشوفكم على خير ان شاء الله في الاخبار الجديده. السلام عليكم.